خلال جلسة الاستماع للمتهمين في ملف بارون المخدرات الدولي، رئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري لم يقدم تبريرا للأموال الطائلة التي كانت تدخل حسابه البنكي، وظل يؤكد على أنها تعود إليه. وأثار الوكيل العام أمام الناصري مبلغا يتعلق بملياري سنتيم، ورد الآخر بأنه تحصل عليه في إطار صفقة انتقال أحد اللاعبين إلى الدوري الخليجي. وظل سعيد الناصري يحاول نفي تهمة الاتجار بالمخدرات عنه، غير أنه تمت مواجهته بتصريحات متهمين آخرين أفادت بكونه كان قد حضر عملية تحميل كمية منها في أحد الشاحنات. أما رئيس مجلس جهة الشرق فظل يؤكد عدم صلته بالمنسوب إليه، فيما تُبع بالقاسم مير البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة في قضية تزوير عقد أحد الفيلات الفاخرة بوجده، بالإضافة إلى المشاركة في الاتجار بالمخدرات.